جيلبرتسون أول برازيلي يرتدي تيشيرت النادي الأهلي بتوصية من الساحر البرتغالي مانويل جوزيه عام 2003-2004. جيلبرتسون رغم لمسته الفنية الرائعة ولكن سجل مع الأهلي 3 أهداف بس في 6 شهور، وبعد كده رحل من النادي الأهلي بسبب عدم تأقلمه وبسبب مهاجمة الجماهير القوية جدا ليه، لأنه ما قدمش المردود اللي كان منتظر من لاعب برازيلي جاي يضيف للنادي الأهلي. تعال نشوف كده بسرعة 3 أجوان اللي جابهم جيلبرتسون مع بعض ومهارة فنية رائعة. ورغم لمسته الجمالية للكورة لكن ما قدرش يتأقلم مع الأجواء المصرية والكورة المصرية، وده هدف منهم برأسية جميلة بعد غياب دام لفترات طويلة وبعد هجوم قوي جدا من جماهير النادي الأهلي. ومن اللمسات الفنية الجميلة برضو لجيلبرتسون اللقطة دي لما فضل يرقص حارس المرمى والمدافعين يمين وشمال وعمال يمطوحهم على الأرض يمين وشمال عشان يثبت للجمهور انه فعلا برازيلي اصلي مش تقليد، ولكن للاسف في الاخر ضيعها وطلع بره خالص عشان يخيب امال الجمهور تاني. وده كان اهم هدف في ال3 اهداف. بس تعال الاول نتكلم على دور خالد بيبو النموذجي في الجول ده، وازاي قدر ياخد الكرة من نص الملعب يروح بيها ناحية الهاف رايت ويعمل عرضية نموذجية لجيلبرتسون. وده بقى أهم هدف لأنه هدف الصعود لنهائي كاس مصر ضد إنبي، لما لقى جيلبرتسون العرضية ملعوبة له وهو لوحده خالص، حب يعمل دبل كيك لقى الكرة بعدت عنه وقع، بس قدر يعمل كنترول على الكرة ويستلم على ويحط هدف غالي للأهلي ليرحل بعدها في صفقة برازيلية مضروبة لم يكتب لها النجاح مع النادي الأهلي جيلبرتسون. ودي كانت نظرة سريعة كده على أول برازيلي يرتدي تيشيرت النادي الأهلي جيلبرتسون. قول لي رأيك، الفيديو عجبك ولا لا؟ متنساش تعمل لايك وشير للفيديو. ما تنساش تعمل متابعة وتشيل في الفيديو. سلام.